السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم فيديو جديد. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناة لو لسه مش مشتركين. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار كل فيديوهاتي وبكل جديد بنعمله ان شاء الله. وما تنسوش دعواتكم ليا بالشفاء، ان ربنا يشفيني كده يا رب وحوش عني. ونصلي بينا على النبي وندخل على الفيديو بتاعنا. إيه النهارده كنا رحنا شوية كده ساعتين كده البسين. في في جاردينيا مكان جنبينا كده. بنروح نغير جو، العيال تنزل بقى البولو كده يغيروا جو وايه ويعني نغير المود شوية يعني. وفي نفس الوقت اهو يوم وتغيير وكده ومكان كويس وحبيت اكلمكم عنه واصور لكم المكان واعمل لكم ريفيو عنه حلو قوي، لانه بجد المكان يستاهل معمول فيه اكوا بارك حلو قوي وفي حاجات كتير حلوة بصراحة، فيستاهل ان الواحد يصور فيه ويتكلم عنه ويعرفكم، عشان لو جيتوا المكان او لو جيتوا جمصة في اي وقت تروحوا البسين ده هيعجبكم جدا. المكان ده يا جماعة في 15 مايو. آه اسمه جاردينيا، الموقع بتاعه يعني اسمه جاردينيا. مكان حلو قوي. في حمام سباحة كبير زي اللي انتوا شايفينه ولادي نازلين فيه دلوقتي. ده كبير ومقسم في الاخر كده حتة صغيرة للاطفال، وفي اكوا بارك ملاهي مائية. والجنب التاني اللي انتوا شايفينه ده مخصص للنساء فقط، ما ينزلش فيه غير النساء والبنات يعني وكده. ولو عايزين هنا برضو في البسين الكبير سيدات ورجال عادي براحتهم يعني على حسب الحرية يعني. في الاختلاط وفي اللي ممنوع الاختلاط يعني، للناس اللي عايزة كده او كده كل واحد وراحته. والمكان جميل اوي، معمول فيه حاجات شيك جدا شايفينه. ده المكان اللي الناس بتقعد فيه حوالي البول علشان يبقوا قريبين من اولادهم او قريبين من ازواجهم على حسب يعني اللي معاهم مين، فيبقوا قريبين منهم على البول وكده ويشوفوا بعض. هنا بوريكوا ده اللي هو البول الخاص بالنساء والسيدات عموما يعني. وهنا المكان اللي جنبي ده مخصص للمشروبات الساقعة والسخنة، بقى في كل حاجة: نسكافيه، كابتشينو، شاي، قهوة، كل حاجة، مانجا، ليمون، نعناع، مشروبات ساقعة وسخنة، حاجة جميلة أوي. والمكان ده الايس كريم، وبرضه هنا كافيه تسهروا فيه بالليل او تقعدوا فيه بالنهار براحتكم خالص. وهنا المكان اللي انتوا شايفينه ده مخصص بقى الكاراتيه والرياضة عموما يعني. يبقى الطفل بيمارس نشاط او الكبير بيمارس نشاطاته وهو قاعد، سواء هينزل بول او لا هيقعد على الكافيه. هيشرب حاجة ساقعة، هياخد ايس كريم، اي حاجة. وده شكل المكان كله من بعيد، بحاول اوريهولكوا. 2 بول، واحد خاص بالسيدات والتاني عادي في اختلاط. وهنا الكافيه، وهنا المكان اللي عند جاردينيا ده اللي تحت ده المطعم برضو كافيه يعني مخصص لكل حاجة. وفيه كمان مكان للألعاب بتاعة الأطفال. شايفين الشезلونجات دي كلها عشان اللي عايز ينام أو يرتاح كده. جو هادي وجميل والمكان رايق، مكان فخم يعني، يستاهل القعدة فيه والله يا جماعة. هنا بقى انا كده اللي انتوا شايفينها دي ألعاب أطفال، وفي باركن برضو قدام المكان تركني عربيتك فيه. دي اكوا بارك كبيرة من ملاهي كبيرة للكبار، وفي اكوا بارك صغيرة للبسين الصغير او البول الصغير. ده المكان اللي بتغسلوا فيه ايديكوا او كده و... وبتشرب فيه كافي ولا اي حاجة، اي مشروب يعني. وفي ورا بقى حمامات، اللي عايز يروح يغير هدومه كده وياخد شاور بعد ما ينزل البول يروحوا كده. شايفين المكان قد ايه؟ بوريهولكوا. ودي سلالم معايا عشان اللي ما بيعرفش يعوم وعايز ينزل ينزل براحته. ده البول المخصص للسيدات اللي بقولكوا عليه. شايفين ما شاء الله حجمه كبير برضو، مش وحش مش صغير. وده اللي هو الكبير اهو بتاع الكبار مش الاطفال. ودي الاكوا بارك اهي. وفي اللي هناك في الاخر دي اكوا بارك بتاعت الاطفال الصغيره اللي هناك دي. ومعمول مكان كده زي دايره في قلب البول الكبير ده، قطعه منه يعني مخصصه للاطفال صغيره خالص، بحيث برضو ان تبقوا قاعدين في اي مكان شايفين بقى هنا
شايفين كله قدامكم، وشايفين الاطفال اولادكم، اي حد كده حواليكوا تبقوا انتوا واخدين بالكم منه. هنا ولادي بقى قاعدين يوروني بقى النطاط واللي مش نطاط. في اللقطة دي خالد كان هيموت يا جماعة والله. اللقطة اللي حصلت دي خالد ابني كان هيموت، بس الحمد لله عدت على خير. اتشالب دماغه، كان هيجي في سيف البسين ده، بس ربنا كبير والحمد لله قدر ولطف وجت سليمة يعني وعدت على خير الحمد لله. قدر الله مش هفعل يعني، الواحد يخلي باله وكده. والله قعدت ازعق له وبهدلته وخفت عليه جدا من حركة زي دي، قلت له متعملهاش تاني. ولو وصلنا بقى بالفيديو لحد هنا، عايزاكم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. هنا بقى ايه، بقول لكم باي وحطوا لايك اهو. عايزاكم تحطوا لايك ليا كده وتشجعوني، ونصلي على النبي في الكومنتات زي ما قلت لكم، وتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. إيه، ان ربنا يشفيني يا رب. انا مبنزلش فيديوهات اليومين دول، مقصرة معاكم بس غصب عني، تعبانة الفترة دي والله جامد، مش باكل ولا بشرب من شدة التعب، بس الحمد لله ان شاء الله هتعدي على خير. هنا بقى جيت معاكم بقى، خلاص كنا ماشيين بقول لهم يلا اطلعوا ونشفوا كده وغيروا هدومكم، عشان خلاص كده كفايه قوي. إيه، هياخدوا هدومهم بقى ويروحوا يغيروا كده، وانا هتمشى بقى اوريكم الدنيا وايه ونمشي. فما تنسونيش في لايك وشير للفيديو وكومنتات كتير بقى، ومع السلامه، دمتم في امان الله يا حبايب قلبي.